انتم دلوقتي بتسمعوا بودكاست النفسية محتاجة مع أحمد النجار. اهلا بيكم في حلقه جديده. اهلا بيكم في النفسيه محتاجه من استوديو 24. النهارده هنتكلم عن الجرائم الالكترونيه، عشان كده موجود معانا النهارده الدكتور يحيى عبد المحسن عشان ندردش معاه في الموضوع دوت. وهل الجرائم الالكترونيه شامله كل حاجه ولا ليها حاجات معينه وحاجات تانية مش جرائم الكترونيه؟ اهلا بيك يا دكتور يحيى. اهلا وسهلا بيكم، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. احنا دايما بنسال كل ضيوفنا عرفنا بنفسك، لان انت اكتر حد ممكن تعرف نفسك في جمل بسيطه. فلو هنقول مين دكتور يحيى عبد المحسن في جمل صغيره، مين دكتور يحيى عبد المحسن؟ انا يحيى عبد المحسن عبد الرازق فتح الباب، دكتوراه في القانون الدولي، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والتشريع، عضو الجمعيه المصريه للقانون الدولي، محكم دولي معتمد لدى نقابه التحكيم ومستشاري التحكيم الدولي. طيب نخش في الموضوع على طول. الجرائم الالكترونيه، دكتور يحيى عبد المحسن ممكن نتكلم عنها يقول ايه؟ الجريمه الالكترونيه هي عباره عن افعال غير قانونيه او فعل غير قانوني باستخدام اجهزه الانترنت او اجهزه الكمبيوتر، او المجال بتاعها بيكون على منصات التواصل الاجتماعي او الانترنت بشكل عام، الشبكه العالميه. هو ده مجال الجريمه الالكترونيه. بس حابب ان انا افرق بين حاجتين، يعني بين الجريمه الالكترونيه كجريمه والجريمه التقليديه في الشكل التقليدي بتاعها او الشكل العام. الجرائم التقليديه زي القتل مثلا او السرقه او السرقه بالاكراه، كل دي جرائم بتتسم بالعنف، بيكون فيها عنصر بشري متواجد على أرض الواقع. أما الجريمة الإلكترونية زي النصب عن طريق الإنترنت أو الاحتيال، أو عن طريق الإنترنت برضو، أو الاحتيال الإلكتروني أو الابتزاز الإلكتروني، كل دي جرائم بتتسم بشكل مختلف شوية، ما بتكونش عنيفة، بتكون جرائم أهدى شوية بيرتكبها المجرم وهو قاعد في مكانه، بتكون عابرة للحدود، بتكون صعب فيها تتبع مرتكبها. الجريمة التقليدية بتكون جريمة فيها ساحة الارتكاب الجريمة ذات نفسها، فيها أدوات الجريمة، تمام، تقدر بكل سهولة تتتبع الجريمة عن طريق البصمات، عن طريق الشهود، عن طريق الكاميرات المراقبة، عن أي طريقة من طرق الإثبات. لكن الجريمة الإلكترونية وصعب فيها انك تستخلص الدليل الرقمي. الدليل الرقمي ده هو الدليل اللي بيكون شاهد على ارتكاب الجريمة الرقمية. طيب هل من كلامك كده اقدر افهم ان اي كومنت او صورة او تعليق او اي حاجة من الحاجات دي على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن توصل لدرجة انها تبقى جريمة الكترونية؟ واعرف منين انها جريمة الكترونية؟ طبعا، هو انت مستهون بحاجة زي كده؟ يعني مجرد لعب العيال او الصور ده في ناس بتهزر مع بعض بصور، بتركب صور مش كويسة، بتركب صور مش مظبوطة، بتزيف وقائع، بتزيف حاجات مش موجودة، انت بتستهون على سبيل الهزار، وده جهل بينهم بالقانون على فكرة. وفي قاعدة بتقول، أو قاعدة قانونية بتقول إن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. يعني ما ينفعش مجرد إن أنا أقول لا أنا معلش ما كنتش عارف، أو أنا بهزر، أو ده مجرد هزار. لا طبعا، الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، لكن هو مجرد نشر صورة لشخص بدون علمه أو بدون إذن منه ده يعتبر جريمة. ابتزاز الاشخاص، ابتزاز عن طريق الابتزاز الالكتروني، سرقه الحسابات، كل ده جرائم انت ممكن تشوفها حاجه بسيطه ولا تتسم بالعنف، لكن هي جريمه بيعاقب عليها القانون المصري. طيب جميل جدا، ده هيودينا لسكة اختراق الحسابات بقى. يعني ايه اختراق حسابات؟ واعرف منين؟ واعمل ايه؟ واروح فين؟ هو البعض يرى ان شايف ان اختراق الحساب، مجرد اختراق الحساب بدون احداث اي اضرار حاجة عادية. لا، هو مش حاجة عادية. اختراق الحساب لمجرد الاختراق هو يعد جريمة، تمام، طالما توافر القصد الجنائي فأصبحت جريمة إلكترونية. مش شرط عشان يبقى فيه ضرر أو إن أنا أحدث ضرر بشخص ما نتيجة اختراق الحساب بتاعه، لا طبعا، أنا مجرد ما اخترقت الحساب بتاعه أصبح أنا مجرم في نظر القانون المصري. بس أنا عايز أوضح لك إن القانون المصري بيعاقب على بعض الجرائم اللي بترتكب أو بعض الناس شايفاها إن هي ممكن ما تبقاش جريمة، تمام، زي نشر الصور بدون إذن صاحبها أو المحتوى، زي اختراق الحسابات، إنشاء مواقع أو حسابات بقصد الابتزاز أو السرقة الإلكترونية. هنا بقى القانون فرق بين حاجتين. لما اخترق حساب هنا بتعد جريمة حتى لو ما احدثتش ضرر، لكن لو افتعلت او عملت حساب وهمي طالما عنصر الضرر مش موجود فانا هنا مش مجرم.
ليه؟ بعض الناس مثلا بتعمل حسابات بالنيك نيم مثلا او بالاسماء المستعاره، زي مثلا المايسترو. هل ده يعتبر جريمه او حساب وهمي؟ لا طبعا، القانون ما اعتبرش ده جريمه. طيب ده يخليني افهم من كل الكلام اللي فات دوت، هي فكره ان نشر المحتوى بشكل عام ممكن يهدد الامن العام سواء في مصر او في اي دوله. نشر المحتوى نفسه ممكن يبقى عامل مشكله كبيره جدا واحنا محتاجين له حل، ولا لا؟ تمام. قلنا من شويه ان الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤوليه. مش اي محتوى ينفع نشره. بنتفاجئ كل يوم على الصفحات ان تم القبض على فلان او تم القبض على فلانه بسبب نشر محتوى. هل المحتوى ده تمام هو ما كان فين عقله وهو بيفكر؟ هو جاهل بالقانون او مش مدرك او بالقانون، فده ما يعفوش من المسؤوليه. بيبدا ينشر محتوى او معلومات، او بيبدا ينشر صور او فيديوهات قد تمس الاداب العامه او بيها ايحاءات او بعض المحتوى الغير لائق. طالما اصطدمنا بالقاعده العامه اللي هي ايه؟ الاداب العامه او النظام العام، انا اصبحت مدائن. فيبقى القانون هنا بيعاقب على اي مجرم بيعتبره مجرم الكتروني لانه ارتكب جرائم الكترونيه. الجريمه دي ايه؟ في نشر محتوى او استعمال حسابات وهميه، في ابتزاز اشخاص او سرقه اشخاص او النصب الالكتروني على بعض الاشخاص. في نهايه حلقتنا حابب اشكرك جدا دكتور يحيى، كنت موجود معانا النهارده، ويعني انك قبلت دعوتنا تكون موجود معانا في استوديو 24 وتحديدا في بودكاست النفسيه محتاجه. ان شاء الله الحلقات تتكرر تاني. سعيد انك كنت موجود معانا النهارده. انا مبسوط بيكم جدا ومبسوط بالمجهود اللي بتعملوه، وبصراحه انا الاستوديو فاق كل التوقعات، ويا رب دايما من نجاح لنجاح، وان شاء الله نشوفكم في اعلى المراتب باذنك يا رب. دي كانت حلقتنا، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه وبودكاست جديد ونفسيه محتاجه حاجه جديده ان شاء الله.